سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كراكم دايرين؟ راكم ملاح؟ نتمنىكم إن شاء الله تكونوا ملاح كاملين. اليوم إن شاء الله غادي نستكملوا قصة ولاد سيدنا آدم عليه السلام. فلما قابيل خسر الامتحان، امتحان القربان، جات الفرصة من ذهب للشيطان اللعين وبغى يستغلها أحسن استغلال، وبغى يكمل مع قابيل، زرع الخصام والفتنة باش تكون العداوة بين الإخوة، وهكا جج نار الحقد في قلب قابيل، وصور له بأنه مادام خوك هابيل في الوجود راه ما يمكنش تحقق المراد ديالك بأنك تزوج البنت، إذا لابد أنك تحيد خوك من طريقك. وبدا قابيل كيهدد في خوه، وصل للتهديد بالقتل، قال له انت تقبل القربان ديالك وأنا ترفض. فرد عليه هابيل بهدوء ويقين: إنما يتقبل الله من المتقين. فزاد غضب وهاج وحمر عينيه بالحقد، وقال: لا أفعلن، يعني غادي ننفذ التهديد ديالي. ورد عليه هابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وأضاف وزاد قال له هابيل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. شوفوا الرد ديال هابيل كيفاش كان. ولكن قابيل الشيطان تحكم فيه وسيطر عليه لدرجة أنه ما بقاش كيسمع لخوه اسمه راه يقول. بدات كتبان له قدام عينه حاجة وحدة يديرها، وهو أنه يقضي على خوه. وفعلا في واحد الليلة خلى خوه حتى كان راقد وصفاه، وبقى هابيل في الدمايات، وبقى قابيل كيشوف خوه وحس بأنه ارتكب جريمة كبيرة، وشعر بأنه فقد خوه إلى الأبد. هنا بدات النفس اللوامة كتخدم وكتلوم فيه. بقى جالس ما عرف ما يدير، حتى حط واحد الغراب هز شي حاجة، بدا داك الغراب كيحفر في الأرض حتى دار واحد الحفرة ودار فيها داكشي اللي كان هاز، ثم ردم هذيك الحفرة. هادشي وقابيل كيشوف أن الله سبحانه وتعالى بعث هذاك الغراب باش يعلم قابيل كيفاش يدير يدفن خوه. قابيل كيشوف وحار له الأمر، وبدا كيتحسر وقال: يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فناض ودار ما دار الغراب، حفر حفرة ودفن خوه وهو كيتحسر وكيبكي ونادم. ولكن مع الأسف فات الأوان، كما نقولوا طفرت، وكانت أول جريمة قتل في الوجود اللي سال فيها الدم الإنساني الأول على مذبح الشهوة والهوى، فعصى ربه وأطاع الشيطان فغوى. مع الأسف نهاية هذه الأسرة كانت نهاية مأساوية، بموت واحد من أفرادها، واحد من أبناء سيدنا آدم عليه السلام اللي هو هابيل. خصنا ناخذ العبر
والدروس من هذه القصص اللي كينزلها لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن، والعبر اللي ممكن أننا ناخدو من هذه القصة نتاع أول أسرة في الوجود، والمآل اللي وصلت ليه، خصوصا العلاقة ما بين قابيل وهابيل وفين وصلت. إذن الدرس الأول هو أن قابيل وهابيل كل واحد فيهم قدم قربان لله سبحانه وتعالى، ولكن علاش الله سبحانه وتعالى تقبل من هابيل وما تقبلش من قابيل؟ تقبل من هابيل لأنه كان خالص النية مع الله سبحانه وتعالى، وكان صادق مع الله سبحانه وتعالى. إنك تدخل مسألة الإخلاص لله، إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى كيصدق معك. بينما ما تقبلش من قابيل لسوء نيته. هذاك علاش خوه قال له إنما يتقبل الله من المتقين. والله سبحانه وتعالى كيقول في القرآن واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه وحدة. الزوجة هو أن خصنا نعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع لكل المخلوقات، وهذه ما بغاش يتقبلها قابيل. فالله سبحانه وتعالى شرع أنه الأخ ما يمكنش يتزوج الأخت دياله توأم، وهو بغى يتزوج بها. ثالث حاجة هو أننا خصنا يعني ندربوا النفس ديالنا على الخير، وننزعوا من قلوبنا الشر والحقد والحسد، لأن هذا الحسد هذا هو كان سبب أول جريمة في الأرض. شفت الحقد فين وصلهم إلى أول جريمة في الأرض. الله يستر. ثالث حاجة هو أن كل بني آدم خطاء، ولكن والشاكين من بعد المعصية. ماذا بعد المعصية؟ يعني عندك الاختيار، واش تكون بحال سيدنا آدم من بعد عصيانه لله سبحانه وتعالى تاب واستغفر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى جازاه بالرضا والرضوان والقبول، ولا تكون بحال الشيطان وقابيل اللي الله سبحانه وتعالى غضبان عليهم فكان مآلهم هو الخسران. رابع حاجة خصنا نعرفوا بأن العدو الحقيقي نتاع الإنسان هو الشيطان اللعين. إذا باش خصنا نواجهوه بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بتقوى الله سبحانه وتعالى. إذا بغيت تغلب على الشيطان هو ترجع لله سبحانه وتعالى، ترجع إلى الكتاب والسنة. إذا هذه في المجمل وباختصار الدروس اللي ممكن نديهم من هذه القصة هذه. ولكن الخلاصة الكبيرة وخصنا نعرفوا بأن الأرض ماشي هي الموطن ديالنا، احنا بني آدم. الموطن ديالنا إن شاء الله هو الجنة. هذاك علاش خصنا نخدموا ليها، ما نعسوش، نخدموا ليها إن شاء الله باش ننالوا رضا الله سبحانه وتعالى وننالوا الجنة ونكونوا إن شاء الله جميعا الفردوس الأعلى. فنطلبوا الله سبحانه وتعالى أنه يرحمنا ونكون إن شاء الله من أهل الجنة ونفوز بالرضوان. إذن إلى هنا تنتهي هذه القصة إن شاء الله. نودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في قصة أخرى نأخذ منها عبر أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.